هادي زردا 5 هادي زردا 5 ولا يني 5 ولا يني 5 او هادي زردا 5 هادي زردا 5 ولا يني 5 ولا يني 5 او دابا تجي 55 ويلي ويلي على قيلنا. العمليه اللي كنبداو بها اصدقائي كما كتشوفوا في الصوره هي اننا كنحيدوا الملج، يعني اي طنجيه واحسن لحم كيجي في الطنجيه كما كتعرفوا كاملين هو الملج. ها انتم السلعه المليحه، ها هو الجاري ولا السداسي كما كتشوفوا كيضرب المسار ديال الضوء كيجي على هذا الشكل هذا، يعني السلعه راه مليحه راه كدوي على راسها كما كتشوفوا. ها انتم غادي نعبروا 3 كيلو ونص كما كتشوفوا. ها هي من بعد غنجيو للمرحله ديال التقطيع كما غادي تلاحظوا. هما دويورات ديال الملج رائعين بالنسبه للناس والحريفيه اللي كيعرفوا، يعني راه انتم هما كيدويو على راسهم، وحتى الناس اللي ما كيعرفوش انتم تشوفوا اللحم شو كي داير. اللحم زوين احسن ما كاين في السوق كما كتشوفوا. هو الملج طريفات دايرين، هما اللي كيجيو في الطنجيه كيجيو احسن ما كاين. انتم من بعد ما كيتقطعوا كما كتشوفوا كنمشيو. هانتوما هما الطريفات ديالنا كنمشيو باش نوجدو طنجيه كما كتشوفوا. هانتوما الحمه زوينه طنجيه كما كتعرفوا، يعني الاذواق كتختلف كل واحد شنو كيدير فيها. حنا نحتاجو كاس ديال زيت العود، شويه الثومه، شويه القرفه، هذا الزعفران شعره كما كتعرفوا، الزعفران الحر، شويه ديال الكمون، شويه ديال راس الحانوت، شويه يعني التوابل اختياريه. حامض كما كتعرفوا ضروري الا كان الحايل راه مزيان، وشويه السمن. هاد العظيم هذا كما كتشوفوا غادي نفرشوه في الطنجيه لتحت باش ما تلصقش لينا الطنجيه ديالنا. نبداو به هو الاول كما كتشوفوا. من بعد اصدقائي غنضيفوا اللحم، طريفات ديال اللحم كما كتشوفوا. هانتوما كنضيفوهم بهذا الشكل هذا، يعني قلنا كنفرشوا داك العظيم. من بعد كنضيفوا الطريفات ديال الملج شويه بشويه كما كتشوفوا. غنديروا النص ديال هذا اللحم هذا كما كتشوفوا، غنديروه وغنديروا ليه النص ديال هذيك العطريه. وإلا باقي ما درتيش لايك دير لايك للفيديو. كما قلت لكم اصدقائي من بعد ما كنديروا النص ديال هذاك الملج كنضيفوا العطريه كما كتشوفوا. هو الحمض هذه حامضه قرطتها كامله طريفات صغار. من بعد غادي نحركوها مزيان كما كتشوفوا، وغنزيدوا النص ديال اللحم الاخر، وغنزيدوا العطريه اللي بقات غنديروها من الفوق، ونخويو هذا الكويس كما كتشوفوا ديال الزيت ديال العود، نخويوها من الفوق. ونخويو هذاك الكاس اللي فيه الزعفران، يعني كاس ديال الماء صغير فيه الزعفران الحر، ونزيدوا هاد 2 عويدات ديال القرفه، ونزيدوا شويه السمن، وهذا ديال كما قلت لكم الزعفران ديال الشعره، وغنزيدوا شويه السمن كما قلت لكم. غنديروا حتى هو وكا غادي تكون الطنجيه وجدات، يعني خاصها غير اللمسه الاخيره واللي مهمه بزاف هي التحريك. كنحركوها بهذا الشكل هكا مزيان، علاش؟ باش تخلص هذاك اللحم تخلط مع ديك العطريه. والخطوه الاخيره هي اننا غنغطيوها وغنسدوها مزيان وغنديوها للفران طيب وبالصحه والراحه. طنجيه وجدات دابا خصها تمشي للفران تشي وطيب وبالصحه والراحه. تبعتوا معايا في هذا الفيديو هذا كيفاش تصايب الطنجيه، يعني داكشي على حقه وطريقه. ما تنساوش تخليو لي الاراء ديالكم في التعاليق، وما تنساوش لايك الفيديو. واللي اول مره كيشوف هذه القناه خاصه بعلم اللحوم الحمراء. وكذلك كنديروا مقاطع على الرياضه، على الكره بصفه عامه هذه القناه تلقى فيها كل ما يخص الجزاره والرياضه. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. ما تنساوش كما قلت لكم لايك. تهلاو في راسكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.